ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده طبعا اول فيديو في كورس اليو اي يو اكس، وهنبدأ بأول حاجة بفيجما. تمام. مبدئيا كده عشان نفتح فيجما هنكتب طبعا فيجما في السيرش هنا، اول حاجة هتظهر لنا. تمام. طبعا هو عشان انا بس مسجله كده فظهر لي بالشكل ده. طب لو عايزين نحمل فيجما هنكتب فيجما داونلود. تمام. اول حاجة هنا هتظهر هنختارها. هنيجي تحت. عندك الديسكتوب اب. انا طبعا هنا عندي عشان ماك فاختار ماك، نظام ماك. لو انت طبعا ويندوز فكده هتختار ويندوز. تيجي بعد ما حملته كده، هتيجي كده اول ما يفتح معاك وتسجل هيبقى بالشكل ده. تمام. ايه الشكل ده وايه الحاجات اللي ظاهره هنا وايه كل ده؟ عشان تيجي اول حاجه عندك الناف اللي فوق. ايه الحاجات اللي موجودة دي؟ عندك اول حاجة اسمها ديزاين، حاجة تانية اسمها فيج جام وسلايدز. تمام. دول اهم حاجات موجودة في فيجما. احنا طبعا هنتعلم في الكورس ده او في اللي تبع فيجما، هنتعلم حاجة اسمها ديزاين. تمام. ده اللي ليها علاقة باليو اي. تمام. عشان تيجي تبدأ مشروع جديد طبعا هتيجي عند الديزاين وتضغط عليها كده. ثانية واحدة نقفل كل ده. هيبقى عندك هتظهر لك بالشكل ده. تمام. ده ايه وده ايه وايه التولز اللي تحت هنا وايه استخداماتها وكل الكلام ده هنشرحه طبعا دلوقتي. بس دلوقتي انا كده كده عامل فايل تاني. تمام. هفتحه. هنوصل في الاخر ان احنا نعمل بيج شبه البيج دي. تمام. هنيجي كده واحدة واحدة. انت دلوقتي عايز تغير اسم الفايل ده مثلا، عبد المجيد ويب سايت مثلا. تمام. تيجي من هنا تقدر تغير الاسم بتاع الفايل. عايز هنا تعرف البيجز، انت مثلا عامل الويب سايت بتاعك ديسكتوب وموبايل، فانت بتيجي هنا بتنقل في الصفحات هنا، بتكتب هنا مثلا ديسكتوب وتحت هنا موبايل. ليه بقى؟ ليه عملت هنا ديسكتوب وهنا موبايل؟ انا ممكن اصلا يعني اعمل في صفحة معينة فيها الديسكتوب والموبايل بس. ليه الفرق ده؟ لو جيت هنا كده وعملت فريم للموبايل، جيت هنا كده اخترت حاجة للموبايل. تمام. وجيت ان انا افتحها، هيجي لي موك اب بالشكل ده. طب الديسكتوب، طبعا الديسكتوب بمقاس معين اكبر من الجزء الموبايل، فلو جيت ان انا اظهره بنفس الشكل ده، او يعني لو كان في بيج واحدة هيفتح كده، طبعا هيبقى بشكل الموك اب بتاع الموبايل. فالاحسن ان طبعا ان كل واحدة في بيج مختلفة. تمام. فظهرت بالشكل ده. فنرجع طبعا نكفي كل ده ونمسح دي. تمام. كده احنا عرفنا ازاي تغير الاسم بتاع الفايل بتاعك. تمام. وعرفنا ايه فايدة البيج وكده. وطبعا اللي عايز تعمل بيج جديدة هتيجي من عند البلاس اللي هنا دي، هتعمل اد نيو بيج. تمام. بس انا ارجع طبعا همسحها. ايه اللايرز اللي تحت دي؟ اللايرز دي مبدئيا كده اول حاجة ظاهر لك الهوم بيج فريم باسم هوم بيج. تمام. ايه الفريم وايه اللايرز وايه ايه كل ده؟ هتيجي بقى عشان تفهم اللايرز. مبدئيا كده التولز اللي تحت دي، مثلا هستخدم الفريم. ضغطت كده كليك واحدة، اتحط لي فريم. تمام. هو ظهر عندي هنا كده الفريم باسم اندرويد. تمام. او ان كان الاسم ممكن مثلا سكرين 1. تمام. فخلاص خليت الفريم باسم سكرين 1. ظهر هنا في اللايرز سكرين 1. طب انا لو خدت دبليكيت كده، كمان دبليكيت وخليتها سكرين 2، ودي برضو نفس الكلام سكرين 3 بالشكل ده، هيجيلي ان هو ظهر هنا كده
كل اللايرز، كل الفريم اللي انا مستخدمها ظهرت في اللايرز. طب ايه اللايرز دي؟ اللايرز دي بيكون موجود اي عنصر او اي حاجة في الفايل موجود عندك في اللاير. تمام. وطبعا اكيد لها فايدة منهم، ان انا ممكن مثلا بدل ما ان انا اجي هنا كده واضغط كليك يمين وعايز اخفي العنصر ده او الفريم ده او ايا كان الحاجة اللي موجودة، ممكن اقدر ان انا اجي هنا كده واختار ايه ان انا اخفي او او اظهرها او اقفلها. تمام. فما اقدرش ان انا ايه احركها وكده. ارجع تاني افتحها. نفس الكلام. الفريم ده مثلا موجود في كذا لاير. تمام. ايا كان انا مستخدم في ايه، كل ده هتعرفه طبعا. فانا جيت هنا كده في اكتر من layer. كل ما افتح فاختار مثلا التكست ده مثلا. نفس الكلام، بدل ما اجي هنا كده واخفيه او اعمل او اقفله، فهي كل ده مختصرينه في اللاير وكده. تمام. اجي اقفل او افتح ان انا اخفيه او اظهره. تمام. دي جزئية اللاير. اي ما اي عنصر موجود عندك في الفايل، تمام، موجود هنا كده. تمام. كده احنا عرفنا الجزئية دي. نيجي تحت عند التول. عندك طبعا اول حاجة جزء الماوس. تمام. ده اي حاجة في الفايل تقدر ان انت تحددها، تغير مكانها ماوس. طب ليه حاطين الماوس؟ لان عندك حاجة تانية برضو نفس الكلام اسمها هاند تول. تمام. الهاند تول دي بس ان انت تقدر تتحرك في الفايل كده، تسحب كده يمين وشمال، ان انت تقدر تتحرك في الفايل. تمام. عندك طبعا حاجة اسمها السكيل، ده هنبقى نشرحها بعدين. المهم هنختار الموف. تمام. عندك تاني حاجة الفريم اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية. الفريم دي بتعمل ايه؟ احنا لو جينا كده اخترنا الفريم، اه لو رجعنا تاني هنختار الفريم، ظهر كده في الجنب اللي على اليمين حاجة اسمها فريم. تمام. هنا كده. وظهر حاجة اسمها فون، وعندي اسماء مثلا ايفون 16 برو ماكس، ايه كل ده، وايه اصلا تابلت وديسكتوب. ده انت دلوقتي مثلا عايز تعمل ديزاين للديسكتوب زي ما قلنا، او للتليفون او للتابلت. يعني انت لوحدك عرفت انت ممكن ايه الفريم ده استخدامه لايه. انا عايز اعمل ديزاين للتليفون مثلا، عايز اعمله على حجم او مساحة ايفون 16 برو ماكس مثلا. تمام. فهختاره كده. لما جيت اخترته اداني المقاس الفريم. ايه مقاس الفريم ده الفريم ده زي ورقة بيضة. تمام. بترسم فيها لحد ما تطلع الشكل النهائي بتاعك. احنا عندنا طبعا عشان نطلع شكل الديزاين بتاعنا او ايا كان الفريم اللي احنا هنستخدمه، زي قد الفريم ده مثلا بيبقى بمقاسات معينة. تمام. فالفريم اللي طلع في الاخر بالشكل ده، انا رسمت لحد ما طلع بالشكل ده. تمام. فهنيجي كده. تمام. عشان نعمل فريم بنفس الحجم ده كده، مبدئيا كده الويدث بتاعه 1920. تمام. ده الفريم اللي انا استخدمته. انا هاجي كده اختار، هاجي عند فريم تحت هنا اختارها. تمام. اجي كليك كليك شمال. تمام. اجي كده ضغطة واحدة هتلاقيها نزلت بالشكل ده. بس انا اقدر بقى ايه ان انا اتحكم في الفريم بالشكل ده كده. تمام. اقدر ان انا اتحكم فيه بالشكل ده. تمام. طبعا انا هقول لكم ازاي تتحكموا فيه بشكل افضل وبيكون احتراف اكتر من كده في المساحات وكده، بس واحده واحده كل ده هيكون جاي. تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفريم، جزئيه الفريم والفريم بتعمل ايه وتقدر تعمل فيه ايه. تقدر فيها تكتب كل حاجه بقى ايا كان الديزاين بتاعك، الموبايل، ديسكتوب، ويب سايت. تمام. تيجي عندك جزء الرسومات او التالتة دي الرسومات. تيجي هنا تفتح القائمة دي هتلاقي عندك ريكتانجل اللي هو المربع، والخط، والسهم، والدايرة، والمثلث، والنجمة، والجزء الأخير جزء الصور والفيديوهات. دي طبعا كل واحدة فيهم لها استخدامات، وكل حاجة فيهم لما بتتحد مع بعض بيطلع في الآخر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هتعرفوا ازاي تستخدموا ده كله في الاخر مع بعض. تمام.
هنيجي كده دلوقتي لجزء الريكتانجل او